بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور. من ملعب نادي الرستاق معاكم محمد بن علي بن خميس الهاشمي ضمن برنامج استوديو التحليل لمباراة دور الدرجة الأولى العماني لكرة القدم لموسم 2015-2016 ميلادي بين نادي الرستاق الطامح في تعزيز الصدارة والانفراد بها بعيدا، وبين بوشر الطامح أيضا لتحقيق نتيجة إيجابية والاقتراب أكثر من فرق المقدمة. في هذا البرنامج نستضيف الكابتن بدر بن ماجد المعمري مدرب نادي الرستاق الرياضي. فأهلا وسهلا بك كابتن. أهلا وسهلا محمد، أهلا وسهلا، حياك الله. حياك كابتن. بداية كابتن، نستعرض مشوار الرستاق قبل انطلاق هذه المباراة. 3 انتصارات من ضمنها انتصارين خارج الديار وتحقيق العلامة الكاملة. طبعا الانتصارات خارج الديار هي مهمة طبعا، ولكن كانت المباراة في المباراة الأولى في ملعبنا أمام نادي سداب كانت هي الأهم. أنا حسب رأيي، لأن هي كانت الانطلاقة للمباراتين اللي لعبناها خارج الديار، واللي حصدنا منها التسع نقاط كاملة. جميل جدا كابتن. نستعرض في مباراة اليوم الرسم التكتيكي للمدرب مصطفى سويف، كيف راح يكون؟ والله مدرب سويف حسب ما أعتقد أنه بيلعب على الرسم التكتيكي 4-3-3، وطبعا هي فيها نوع من بداية المباراة، تحفظ من بداية المباراة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى بنتوفق. طيب كابتن، بالنسبة توقعاتك للتشكيلة اليوم، هل راح تشهد تغيير لاعبين أم أن المسؤول الكابتن راح يبدأ بنفس الأسماء؟ هو ما بيكون هناك تغيير حسب خبرتي في هذا المجال، لأنه هو بيلعب بطريقة بنفس التشكيلة الموجودة حاليا. طبعا في حراسة المرمى عبد العزيز، وطبعا بيكون سامح، بيكون هذا طبعا توقعك للتشكيلة إن شاء الله. نعم. بيكون سامح موجود في اليسار، ويكون إن شاء الله 2 في المساكين، بيكون سيدريك وسامي، بالإضافة إلى منذر في جهة اليمين. طبعا بيلعب هو، أنا متأكد إنه بيلعب بالارتكازين أو بالمحورين اللي هو سيدريك ومصطفى، بالإضافة إلى سهيل مقدم في جهة اليسار في جهة اليمين، والولد هذا عتيق في جهة اليسار. بيكون هو صانع الألعاب، بيكون إن شاء الله سامي، والمهاجم الأجنبي توني إن شاء الله بيكون هو المهاجم بإذن الله تعالى. جميل جدا كابتن. طيب كابتن، لو تطرقنا إلى نادي بوشر، بنبدأ مختصرا عن نادي بوشر وعن تشكيلته أو الرسم التكتيكي. والنادي بوشر مع الكوتش جمال بخش اعتقد انه بنفس الطريقه بيكون متحفظ، لانه الرستاق ايضا بيكون ايضا ما متحفظ في بدايه الشوط الاول، الفريقين بيكونوا متحفظات. اعتقد بوشر انه يعني بيعتمد بيكون هو ايضا عنده صانعين العاب امام المدافع المحورين. نعم. نادي حتى ما وصلنا ان بوشر جاهز للمباراه، اللي عنده طبعا موجود عنده سامي هارون، وبالاضافه الى ابراهيم العوفي ومنذر خليفه والاجنبيه. انا اعتقد ان بتكون المعركه في نصف الملعب بتكون ان شاء الله هي الفاصل للفريقين. بالنسبه كابتن للبنيه الجسمانيه للفريقين، انت تتكلم عن منطقه الوسط، تراها في أي كفة مايل؟ أنا أشوف أن في كفة الرستاق، لأن الرستاق يمتلك محورين، توني بالإضافة إلى مصطفى، بنية جسمانية بالإضافة إلى القوة البدنية. طبعا بوشر يعتمد أكثر شيء على الفريق الصاعد، الفريق الأولمبي. هذا بيكون هناك صحيح انه ما بتكون بالسهوله اللي الرستاق تصورها على بوشر، لا بالعكس. بيكون هناك معركه واستحواذ اكثر للفريق الافضل في المنتصف. طيب كابتن، نتجه لتوقعاتك لنتيجه الشوط الاول.
والله اتوقع الشوط الاول التعادل، حسب انه بيكون للفريقين متحفظات. نعم. بيلعبوا على الجانب عدم الاستعجال، فاعتقد بيلعبوا على الحذر الشديد، وخاصه في الشوط الاول. الفريقين لعبوا في مباراه وديه، ولكن رغم هذا بيكون ان المباراه الرسميه لها حساسيه مختلفه ان شاء الله. شكرا لك يا كابتن. الله. متابعينا الاعزاء، نلتقي بعد نهايه الشوط الاول. كل الامنيات والتوفيق للعنابي.